هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتوره بيطري. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتيز اوازو. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا هندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه؟ انا مؤهل. شايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امان على الراديو 90. محمد فراج عايز يشتغل ايه النهارده؟ الدخله دي يعني اتش ار، مديرة اتش ار لازم تبقى دخلتها قوية يعني. لا عادي قشطه، انا تمام. صباح الفل. محمد فراج النهارده عايز يشتغل وزير النقل والمواصلات. تمام. عايز تشتغل ليه الشغلانه دي؟ علشان اجيب كل العربيات اللي في البلد واعدمها. كلها يعني اسيب حتى الجديده. مش هتفرق في الموديل. مش فارقه معايا. انا اللي يهمني انه اقضي على الزحمه اللي في البلد. طب والناس تتنقل ازاي؟ عجل بقى باتيناج يعني. يتصرفوا بس. والناس اللي عندهم احتياجات خاصه. طيب بالظبط، ده اللي انا بتكلم فيه. يعني هتبقى فيه نسبه مش 100% مفيش اي عربيه. لا طبعا ما ينفعش، لانه حتى الصين نفسها فيها عربيات، اللي هو الشعب كله اللي بيركب عجل. بس الفكره في انه لا، يبقى في نسبه للناس اللي محتاجه فعلا انها تبقى معاها عربيه. هتحكم الحته دي ازاي؟ هل هيبقى حسب بقى مكان الاقامه والشغل؟ اي حته في الدنيا ليها رولز، اي حاجه في الدنيا ليها رولز، والناس كلها في العالم كله بتمشي بالمنطق ده. يعني علشان مثلا يعني في امريكا مثلا لما تحبي تصلحي حاجه في بيتك او ترممي حاجه في بيتك او حاجات شبه كده، هم كل المواطنين الامريكان عارفين هم بيعملوا ايه. بيروحوا في الحته الفلانيه، وبعد وقت معين بالظبط بيجي لهم معرفش ايه، اختار بايه ان انت هتعمل كذا كذا كذا، وبيعلقوا على باب بيتهم وبتاع. فعارفين، فاهمه قصدي؟ فهو زي كده بالظبط، هيبقى في رولز. انت بتشتغل ايه؟ ساكن فين؟ شغلك فين من بيتك؟ يعني ال الاسئله المهمه اللي على اساسها تتحدد اذا كنت انت محتاج عربيه ولا مش محتاج. مقومات وزير النقل الناجح من وجهة نظر محمد فراج هي هتكون ايه؟ انه يعني يكون اشتغل كمساري قبل كده. مش عرفني. امال ازاي؟ طيب انت جاي النهارده تقدم على الوظيفه دي؟ انت بتقولي لي هتقدم عليها ولا هتشتغل ايه؟ انت هتقدم عليها عندنا عشان هتشتغل الشغلانه دي. وزير النقل والمواصلات اكيد لازم يكون اتمرمط في الاتوبيسات. في الموضوع دوت، وشاف كتير قوي. وده حالي بصراحه يعني، لان انا لفيت مصر المواصلات، نصها مواصلات. يبقى حاسس بمعاناه الشعب بمعنى اصح. طبعا انا بشوف بلاوي، اقسم بالله بشوف بلاوي، وانا بتحصل لي بلاوي. يعني علشان الموضوع دوت ما ينفعش، لانه ابتدى يبقى كارثه، ابتدى يبقى هو مزعج من فتره طويله، وابتدى يبقى كارثه من فتره. فاهمه قصدي؟ لازم في حل. الناس مش هتبطل تخلف، والعربيات مش هتبطل تتصنع. انت لو عملت الموضوع ده تفتكر ان الزحمه هتتحل وطبعا المشاكل اللي احنا بنشوفها في المرور هتتحل؟ عارفه انا قلت ده ليه؟ انا جبت من الاخر زي ما بيقولوا كده، انا جبت من الاخر علشان في طرق كتير قوي حصلت في البلد ومن فتره طويله. سواء تطوير كباري، انشاء معرفش ايه، افتتاح طرق، مع المترو بيعمل معرفش. كل الحاجات اللي حصلت ولسه برضو بنعاني. احنا مش بنعاني علشان الحاجات دي ما اثرتش، لا الحاجات دي فعلا مؤثره جدا، بس احنا علشان ما بنستخدمهاش صح، واحنا ما عندناش الوعي الكامل. يعني الافيه العالي اللي يضحكك في الموضوع انه الشعب كله، كل الناس، يعني ما فيش بني ادم مصري لو كلمتيه عن الزحمه هيبرق ولا باي وهيعمل لك هيموت. كله مخنوق من الزحمه. طب يا جماعه ما تتقول ليه شويه. يعني ما فيش حد بيتعظ انت متضايق من الزحمه، يعني ما بتمشيش في حارتك ليه؟ ما تقفش في الاشاره لما تنور ليه؟ انت جاي تشتغل ايه النهارده على الراديو 90 مع همسة امان. هنعرف انت جاي تشتغل ايه النهارده مع همسة امان على الراديو
9090. في خلال قد ايه تقدر يعني تتغلب على المشكله دي؟ من وجهة نظري مش يعني، ما اصل انا برضو مش عفريت الفانوس، انا محتاج مساعدات الناس كلها معايا. حلو قوي. دلوقتي انت فتحت موضوع ان انت هتبقى تحت ايدك موظفين، الموظفين دول النهارده هتتعامل معاهم ازاي كوزير النقل والمواصلات؟ احنا شعب، يعني انا اعتقد مش اعتقد، انا متأكد، ما بلاش فلسفه الكلام وتزويق كده، احنا شعب نمرود من الاخر، وده حقيقه. احنا لازم يبقى معانا واحد يمسكنا بيتقي ربنا في الشعب بتاعه، وعارف هو معاه مين وبيحكم مين وبتاع، ولكن معاه عصايه، لازم يبقى فيه عصايه، لانه احنا اللي يغلط لازم يتحاسب، اللي يغلط لازم يتعاقب. انا متهيألي انه الموضوع دوت لو اتطبق بجد اكيد الناس كلها هتخاف يحصل لها ده. يعني هتتبع سياسه الثواب والعقاب في كل حاجه. انا ممكن اتبع سياسات تانية بس مش مع الشعب المصري. فاهم قصدي؟ مع الشعب المصري لازم. وده مش عيب على فكره، ده صح جدا. بالعكس ده انا كده ابقى ناجح جدا. يعني انا بفكر، يعني متهيألي انا بفكر صح المفروض. يعني هنقول إدارة قوية، هنقول إن أنت هتبقى صارم جدا قصاد أي خطأ هيحصل من الموظفين، وفي نفس الوقت كمان هتقدر إنك أنت يعني تعمل اللي أنت بتحلم بيه في وقت قصير. طيب لو قلنا دلوقتي أنت بعد 5 سنين من النهاردة، من أول الوظيفة دي ما أنت هتاخدها، هتشوف نفسك فين كمحمد فراج وزير النقل والمواصلات؟ بعد 5 سنين من بدايه منصبي، يعني ما امسك المنصب ده؟ لا هو انت فاكرين هقعد فيها؟ هو اسبوعين 3 وهرجع لامي يعني. طيب لا بس اشم نفسي بس في الشارع، وبعد كده تمام، يعني اطمن على الناس واطمن على البلد، خلاص الدنيا ما بقتش فيها زحمه، شكرا السلام عليكم بس. طيب في سؤال انت كان نفسك اساله لك يا محمد وما اتسالش؟ بصراحه تحب تسمع اغنيه ايه النهارده؟ ما الاغاني بقى الاغاني دي مش في الاتش ار. السؤال التقليدي بتاع اي حد. طيب انت راضي عن محمد فراج حاليا دلوقتي بكل طبعا اللي انت قلته، برؤيتك لوزير النقل؟ طبعا مقتنع بيها، انا مش بهرج يعني. طب عايز تقول حاجه دلوقتي؟ عايز اقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نفسي الناس تتقي لربنا في البلد، علشان انا بجد يعني اقسم بالله انا ابتديت وانا متضايق قوي ان انا بقول ده، وانا يعني صادق جدا في اللي بقوله بجد، واسف في اللي هقوله. انا ابتديت ازهق والله بجد، مش ابتديت، انا زهقت، بس يعني ابتديت اقولها تطلع من بقي، فاهمه قصدي؟ كاتمها كتير. لا انا ابتديت ازهق قوي من اللي بشوفه في البلد. عايز مصر تبقى احسن. نفسي اعيش، مش عايز اعيش في، يعني مش عايز اقول، يعني مش عايز اقول ان انا نفسي ابقى اعيش في السويد مثلا. بس اعيش في، يعني انا لما بسافر بتعقد ليه كل سفريه برجعها على بلدي ماشي، اهلي وحشني واصحابي واللمه والبلا بلا بلا، اوكي ماشي، انا ببقى راجع متضايق. ليه مفيش مره سفريه، يعني مفيش بلد اروحها حتى لو يعني لو بياكلوا التراب، عندهم حاجات حلوه في البلد. مصر فيها حاجات حلوه يا محمد، وانا متاكده انها مصر هتبقى احسن في الفتره اللي جايه ان شاء الله. وعلى فكره ايد لوحدها ما تسقفش، واحنا هنعمل بلدنا، لان احنا لسه شباب، وزي ما انت بتقول احنا الشباب عندنا تطور فكري، وان شاء الله هنعمل حاجه. ميرسي جدا يا محمد، ونورتني النهارده في حلقتي من برنامج جاي تشتغل ايه النهارده. ما انا قلت لك وزير النقل والمواصلات. ربنا يخليك، متشكر جدا، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يحبب فينا خلقه، ومصر ان شاء الله هتبقى احسن واحسن باذن الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا جابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتورة بيطري. انا جاي اشتغل عندكم سفير، وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت، وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتيز اوازو. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا هندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه، انا مؤهل.
وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة أمان على الراديو 90.